السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف الناس كلها قاعدة مشغولة بالمسلسلات وكله واكل لكن هنتكلم كلمتين. النهاردة الزمالك بيخسر خسارة تحزن بصراحة يعني. مدير الفني بالجهاز اللي معاه، الراجل اللي معاه اللي اسمه أحمد مجدي، يثبت إن هم عن الجماهير وبعيد جدا جدا عن الإدارة، عن طموح الجماهير وطموح الإدارة. واضح جدا جدا يعني إن أنا أروح أجيب واحد زي محمود علاء ودونج ورؤى من البير. الناس دي مرميه في البير بقالها شهرين ثلاثه. اطلع اجيب ناس ما بتلعبش بقالها شهرين ثلاثه، ما بتلمسش كوره. واحد فاقد الثقه في نفسه تماما تماما. محمود علاء، انت في الشوط الاول الجونه ما راحش ما شافش الجون بتاع الزمالك، كوره مثلا كده ولا حاجه. محمود علاء في بداية المباراة من غير أي مقدمات لازق في ظهر محمد مجدي، وهو المفروض يبقى راجع لورا واخد يعني هو لو واقف هنا ياخد خطوة ولا خطوتين لورا عشان يعمل عمق دفاعي، لأن أحمد مجدي في كورة في وسط الملعب ووشه للمرمى، راح يدخل على على محمد مجدي، لبس فيه، خلى الكورة راحت محمد مجدي بيرجع الكورة بيدي لنفسه عشان يرجع. عمل اسيست ليه مهاجم الجونة والجون الأولاني. بعد كده انت بترجع في المباراة 2-1. شيكابالا ما كانش يقدر يستمر الكل ده، ناصر ماهر واضح جدا ان هو بدنيا مش جاهز تماما يعني. هو لما نزل ماتش الاهلي نزل اخر ربع ساعه فكان فايق فظهر بمستوى كويس، انما النهارده لما اديته من بدايه المباراه وحطه هاف شمال، انا ما بحبش المدربين اللي بالشكل ده. مهما كنت مميز الراجل ده بيلعب 10 يلعب 10، ما تفتيش. هتفتي هتشيل النهارده. باول يوم الاهلي اول مره الاهلي يخسر فيها السنه في الدوري، بقاله سنتين ما بيخسرش. تخسر انت من الجونه؟ فريق بيلعب كرة الثلاثينات مع الكابتن علاء عبد العال. ها يعني انا كنت كل اللي انا متوقعه النهارده ان طارق مصطفى بطريقة لعبه يقدر يلعب يتعادل مع الاهلي النهارده، والمكسب ده كنت حاطه خمسة، انه يكسب الاهلي 5%، لان طارق مصطفى كان بيدرب فريق صغير في المغرب، غلب الوداد وغلب الرجاء بالشكل ده. فهو عنده الطريقة دي، هو يقدر يلعب مع فريق صغير يكسب بيه فريق كبير، لان عارف ان الفريق الكبير بيهاجم وفاتح خطوطه وبيلعب بكل ثقه، فانا اقدر العب على التحولات او على المرتدات واقدر اكسب. خش النهارده في الاهلي 4 تجوان، انا شفت ال4 تجوان مفيش خط دفاع خالص في الاهلي، انت ما عرفتش تجيب جون في الاهلي. مصطفى شوبير ال4 تجوان مسؤولين منه، ده الكابتن حسام حسن خده يلعب في منتخب مصر بعد 3 مباريات بس لعبوا مع الاهلي. 3 مباريات مع الاهلي كانوا كفايه للكابتن حسام حسن انه ياخد مصطفى شوبير. هو بياخد مصطفى شوبير عشان يضمن صوت شوبير ليه في البرنامج. طبعا هيبقى في نفخ كبير في حسام حسن في الفتره اللي جايه، اللي هو كان متحفظ عليه في البدايه، لانه كان عارف ان فكره إن وجود ان مصطفى ابنه يلعب. لا كان عارف بقى ان الشناوي هيتصاب، ولا كان عارف انه هياخد مصطفى ابنه ولا بتاع، كان الكلام كله اتغير، لان العداوه والكره ما بين حسام حسن وشوبير عارفينهم من زمان. فكان 3 مباريات بس بالنسبه للكابتن حسام كفيله بانه ياخد مصطفى شوبير النهارده. ووادي عمر كمال عبد الله، انا شفت الاجوان بس، طبعا كنت بتفرج على ماتش الزمالك. انت في حاجه فريق يستحوذ 76% ويدخل فيه 3 اجوان؟ 76% استحواذ. جايب النهارده انا نازل خسران بطوله الكاس قدام الاهلي، خلاص يعني ايه يعني؟ وش وحش او شكل وحش قدام جماهيري وقدام الاداره. كنت افضل في المباراه، كنت تكسب لما لعبت كويس، ما فرق خلاص، ما فيش توفيق الا من عند ربنا، لان الاهلي مش محظوظ اللي علينا احنا، الحظ الاهلي مش مركبه اللي علينا احنا. خلاص طيب، خلصنا من ماتش الاهلي. جينا بقى النهارده انت خسران بطوله وشكلك وحش قدام الجماهير وقدام الاداره، اجي بقى العب بافضل ناس عشان اخد ال3 نقط دول، وعندي فتره توقف حوالي 3 اسابيع، فتره اعداد مصغره. التسي اللي قاعد معاه اللي اسمه احمد مجدي، مع احترامي ليه، يقول له خد بالك الماتش ده من الماتشات الرخمه، احنا عايزين ننهي البطوله، ننهي التوقف ده بفوز عشان نشتغل براحتنا. الجماهير معانا كانت مساندنا لان شافتنا بنلعب كويس، فمش هيبقى شكلنا حلو لو خسرنا النهارده. نلعب بالتشكيل بتاعنا النهارده، يقول بس كده، لو قال كده يبقى هو راجل سليم مليون في المية. لكن التشكيل اللي تلعب بيه النهارده ده اسمه تهريج، اللي بدأت بيه المباراه. دي مباراه سهله تنزل تكسبها وانت مغمض. اخر ماتش بيننا وبين الجونه احنا اللي كنا يعني قبل ما ينزلوا 4-0 في الجونه، وبعد ما اتطرد امام عاشور جابوا الجون التعادل، كان 4-0 كنا ماشيين بيهم الملعب. انما انت النهارده مسيطر
ومستحوذ 76% استحواذ 76%، والفريق يجيب فيك 3 اجوان. طيب لعبت مع محمود علاء، الراجل مبطل كوره بقاله سنتين من ساعه ما مشي من الزمالك، ما بتلعبوش خالص، لا جاهز بدنيا ولا جاهز فنيا. طيب العبه ليه النهارده؟ النهارده العب في الفريق، العب في تشكيل الفريق في 6 لعيبه، يعني شلت 6 لعيبه، ده يعني حوالي 65% بالنسبه ل 11 لاعب او 70% من تشكيل الفريق. غيرت حارس المرمى وكان لازم يتغير، لان عواد الوحيد اللي حسام حسن واخده منتخب مصر البسه، الوحيد اللي واخده من منتخب مصر ما يصح، انا مش عايزه يلعب في الزمالك اصلا. دي اختيارات حسام لما نيجي نتكلم عليه. غيرت محمد صبحي، وغيرت لعيب في وسط في خط الدفاع، وغيرت خط الوسط، نزلت رؤى ومحمد واحمد مجدي، كان كويس جدا في الشوط الاول. واحمد مجدي لا هو ولا ناصر ماهر جاهزين بدنيا خالص خالص. كويس، كان كويس في الشوط الاول، لكن برضو ان انت مش محدد واجبات بالظبط برضو عملت مشكله. وجبت ناصر ماهر بلعبه هاف شمال، وبلعب سامسون اكينيول، وبلعب شيكابالا من اول الماتش. يبقى انت الخط الهجوم بتاعك كله شيكابالا وسامسون وناصر ماهر واحمد مجدي واحمد حمدي ما لعبوش الماتش اللي فات، ما بيلعبوش بقالهم فتره وما بيلعبوش مع بعض. شيكابالا لعب شويه، ناصر منسي لعب شويه، جيت بدات بهم المباراه مع 2 ما بيلعبوش، لا سامسون ولا احمد حمدي، وبلعب وراهم بقى بدونجا برؤى قصدي ومحمود علاء. يعني انت قطمت العمود الفقري بتاع الفريق. العمود الفقري بتاع الفريق بيبدا من حارس المرمى والمساكي اللي قدامه الاساسي هنخليه النهارده محمود علاء، والراجل 6 اللي النهارده كان رؤى، والراجل 10 اللي النهارده احمد حمدي، وراس الحرب. ده العمود الفقري من نقطه من نقطه البلين بتاعتك او من المرمى بتاعك للمرمى. انت غيرت الهيكل ده كله. وفي مدرب بيعمل كده؟ وقاعدين في الاستوديو والله العظيم 3. طول ما الناس دي بتتكلم بالعقليه دي انا عمري ما هسمع عبد الحليم علي ده بيقول اقسم بالله العلي العظيم ما فاهم السؤال. اقسم بالله هو عارف كلمتين هيقولهم، واول كلمتين بيطلعوا على بقه يفضل يقولهم والله العظيم ما بعرف اقول ايه، والله هو مش عارف هو هيقول ايه. واحمد عبد الحليم راجل طيب ومطيباتي، وحماده عبد اللطيف يقعد يلف لك رقبته واحنا ندي زي ما بيعملش حاجه. قول هنا كده يا عم كلام بقى يتفق مع المباراه. يا عم النهارده كلام جديد مع المباراه، كلام بنار الفرن، الكلام ده انت بتقوله في كل انت ما بتقولش غير دول. الناس دي ايه ده؟ النهارده هو لا ما ينفعش التغيير ده. انا خسران بطوله، اجي النهارده راضي الجماهير واصلح شكلي قدام الاداره. بس التشكيل اللي انت لعبت بيه الماتش اللي فات، التدوير يبقى في حدود لاعب او لاعب 2 لعيبه. يعني انا النهارده زيزو مش هيلعب عشان مصاب، الاعب زيزو، الاعب مكان واحد خلاص. عبد الله سعيد مثلا لعب المباراه كامله، الماتش كامل المباراه اللي فاتت، وعايز اريح عبد الله السعيد، انزل لعيب كانت رجليه في الملعب مش لاخر واحد في الترتيب. ما انا عندي الواد محمد شحاته كنت بدات بيه النهارده 6 تاني جنب دونجا، ويلعب قدامهم محمد حمدي. انما اشيل العمود الفقري بتاع الفريق، ولازم اكسب النهارده باي شكل. النهارده اكسب باي شكل. يعني انا كنت كل اللي انا عايزه النهارده الاهلي يتعادل. انا كنت عامل المباراه دي تعادل للاهلي في الورقه، ان الاهلي يتعادل النهارده فاحنا نكسب ده انت تكسب اول مره الجونه يكسب، اول مره علاء عبد العال يكسب الزمالك في تاريخه، واول مره الجونه يكسبنا. تاني مره دي الجونه يكسبنا على ملعبه، ومن المباريات اللي ما بحبهاش والمباريات الرخمه. الراجل النهارده هنبتدي نحط بقى تحتيه خطوط حمراء. احنا في المباريات اللي فاتت كنا بنلتمس لك العذر، انما انت النهارده خسران بطوله وجاي من بطوله، العب بافضل تشكيل، عايز اعمل روتيشن. الروتيشن بيبقى في 1 أو 2. المدرب اللي غير اكتر من 4 لعيبه في الفرقه ده ده مش بيدور، ده بيغور الفرقه، بيحفرها. ده عمره ما بقى مدرب ينجح. وفي مباراه زي دي وانت لسه اصلا، يعني انت اصلا لسه ما حطيتش رجلك، ده انت لسه اسمك مكتوب بالقلم الرصاص. تعال خليك براجماتي. انت ده مدرب فاشل مش هيكمل مع الزمالك من دلوقتي كده. ادام هيفكر بالتفكير ده مدرب مش هينجح. المدرب اللي بينجح اللي زي كولر كده، المدرب على قد حالاته، اقسم بالله على قد حالاته.
والله العظيم ثلاثه على قد حالته. الفرقه اللي مش هتنجح معاها اللونج باص بتاع الاهلي هيتغلب زي النهارده كده. انا بقعد اقول والله العظيم ثلاثه بحق لا اله الا الله، كل ما اقرا السكواد بتاع الاهلي اللي هو مثلا امبارح دول بياخدوا افريقيا، بياخدوا الدوري. الاسامي دي اللي انا شايفها دي، الاسامي دي لا اله الا الله، تشال منهم محمد عبد المنعم، واللعيب اللي سرقوه مننا امام عاشور، ما عندهمش حد تاني، والشناوي مصاب. والله العظيم ثلاثه ما في لعيب في الملعب، وبحلف بالله بيكسبوا بتاع. طول ما اول ما هتيجي فرقه قدامهم ما تلعب ان انا هلعب ورا وهمنع ويكونوا موفقين بس. لان فرق عملت كده كتير وكانوا كويسين في الدقيقه. النهارده الحكم مدي 6 دقائق وقت ضايع، لعب للدقيقه 98 ونص. كابتن محمود البنا، انا طبعا ما شفتش من بره فمش قادر اتكلم في حاجه، لكن انا عارف ان هو هيفضل يلعب لحد الاهلي ما يجيب جون، فالاهلي احرجه وما جابش جون، فخلاص الراجل مش هيقدر يعمل اكتر من كده. لكن انت النهارده خسران بطوله وجاي مش هعمل حاجه. انا مش هعمل حاجه، انا كنت هكسب الماتش اللي فات، الناس اللي كنت هكسب بيها الماتش اللي فات، وبقى لك 4 ايام اغير واحد ولا 2 بس، ولا اغيرهم اجباري لان زيزو اتصاب، وما ابداش بشيكابالا، او هبدا بشيكابالا مش هخلي شيكابالا يكمل اخره الدقيقه 60 مهما كان مستواه، لانه هيقف بعد كده فمش هيرجع. طيب العك اللي انت عملته ده وكسبت 2-1، انا كسبان 2-1 خلاص كويس، اروح بقى جاي ارجع بقى للاصل، اطلع الناس. شيكابالا في الدقيقه مثلا 60 طلعت شيكابالا، نزلت الواد محمد شحاته، قفلت وسط الملعب زياده. لما بتنزل لعيب وسط الملعب بتعمل ايه؟ بتزود الاستحواذ ليك، بتقطع الكره بدري، وخصوصا ان الضغط في الزمالك في الشوط الثاني الضغط قل جدا، لان باذلين مجهود جامد جدا في مباراه القمه في ماتش الاهلي يعني، وبرده الاهلي اللعيبه باذلين مجهود. فكان من الذكاء ان انت تعمل كده. انت لسه ما اهلتش الفريق بدنيا، لان انت ما عملتش معاهم فتره اعداد طويله، وان انت ادرب الفرقه ما بين 4 مباريات 4 ايام، والعب مباراه 4 مباريات والعب مباراه، لا يمكن اقدر اعمل اعداد بدني جيد. ما بقدرش ارفع الاحمال، انا برفع الاحمال يوم وبعدين انزلها في اليومين اللي بعديه وشكرا على كده، يوم راحه ويوم فك عضلات ويوم تمرينه المباراه. فكنت لو انت ذكي، لو انت مدرب ذكي، اكسب النهارده باي شكل. خلاص انا جبت الجونين، اقفل وسط الملعب وهلعب اجيب التالت. انا مش معنى ان انا هقفل وسط الملعب، لا، انا بطلع بقى الناس المجهده، بدي ناس تجري كتير اكتر عندها لياقه جاهزه، واقفل وسط الملعب بشكل كامل. مش لمجرد اطلع لعيب عشان انزل لعيب عشان اشوفه، لا يا حبيبي، احنا مش جايبينك تمثل، احنا مش بتوع تكسب ولا تلعب. تكسب ولا تلعب ده بيضحكوا بيه على المغفلين اللي الناحيه الثانيه. زي يقول لك انا جبت اكل يطبخ ولا يؤكل، انا متجوز واحده يكتب عليها ولا تنكح، انا جبت ميه تصب ولا تشرب. ده بيضحكوا بيه عليه المغفلين اللي هناك، لان هو ما بيعرفش يلعب كوره. زي واحد باشا كده وعايز يسمع حاجه محترمه فودوه الاوبرا، راح خد دفق، والاوبرا بقى لازم تلبس بدله وتستحمى بقى وتحط جل وتاخد بعضك وتروح على الاوبرا، دافع تذكره ولابس شيك وبتاع. طيب هنسمع بقى عمر خيرت، لا والله يا عمر خيرت ما جاش النهارده، احنا جايبين لكم بقى واحد عنب، ايه الواحد ده ماسك خشبه وبيدب بيها على البيانو. دي بقى اللي ايه، يضرب ولا تعزف، تطرش ولا تطرب، ده يقولوا هناك. يعني ايه؟ ما هو ما عندناش، هو ما عندوش عازف، هو عنده واحد بيدب بالعصيان هو لا عارف ده درامز ولا ده بيانو، ولا عارف الآلة هي ايه هناك. فهو عشان ما عندوش امل انه يلعب كوره ولا يقدم متعه. الكوره متعه، بقول لاخواتنا اللي بيلبسوا اللون ده، الكوره متعه، لو ما تمتعتش منها ملهاش لازمه. ايه بطولات خدنا، بطولات خد. طيب روح بقى انت زي ما بقول لك كده الاوبرا، واحد عمال يدب على البيانو بالبتاع وفاكره درامز، وانت قاعد سادد ودانك الاتنين عشان قاعد في الاوبرا. لا، ده بيضحك عليك، ده بيستغفلك. انت قلت لي ده بيانو، يبقى انا جاي اسمع مقطوعه. قلت لي دي مطربه او مطرب ودافع في الاوبرا، عليك جايب لي عيل من بيغنوا على ايه هترفع الحاجب ولا ولاد سليم اللبانين في الاوبرا، وتقول لي ما هو ده شوف بياخد كام. هو اللي بياخد كام، شوف واخد كام مليون في الحفله. انا مالي، انا جاي اسمع. فالكلام ده بيتقال هناك عند الناس اللي بتلبس اللون ده، لكن هنا لا، انت تلعب كوره وتكسب.
مفيش حاجه اسمها زي اللي قاعدين في الاستوديو اصل احنا بنزعل، لا احنا بنزعل لما بنخسر. كون ان انت تلعب كوره حلوه ما هو ده الاساس. ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ كون ان انت تلعب كوره حلوه، امال انا بشجعك ليه؟ لكن تلعب كوره وتخسر، لا ده يبقى مش متخلف. هو هناك ما بيلعبش كوره وبيدب زي ما بقول لك كده. الراجل جاي حطوا قالوا له ده بيانو، قال لهم ده انا عازف كبير، دب دب بالشوم على البيانو. والناس سادة ودانه عامله كده، بس في الاخر ده في الاوبرا ولا فاهمين حاجه. انما انت تشيل العمود الفقري بتاع الفرقه وكسبان 2-1 وابتدى المجهود يقل والعيال ابتدت تضغط عليك، ضيعوا كرة والتانيه اوب ستوب، كرة والتانيه، يبقى انا كده في خطر. تعالى واقف عمر جابر بقى، تعب عامل ماتش اللي فات روعه، والنهارده عامل ماتش النهارده فتوح نجم المباراه هو ودونج وعمر جابر، الوحيدين اللي كانوا بيقضوا ادوارهم كامله. كله كان بيسمع. محمود علاء النهارده كتب شهاده وفاته مع الزمالك. محمود علاء النهارده كتب شهاده، ما يلعبش تاني يا جماعه. لعيب كويس ومحترم. انا نصيحتي والله العظيم كنت بكلم نفسي امبارح بالليل، نصيحتي ان محمود علاء يسيب الزمالك وما يروحش لا للاتحاد ولا الاسماعيلي ولا المحل، ولا يروح يلعب في سموحه، يروح يلعب في البنك الاهلي، يروح يلعب في زد، نادي غير جماهيري. هيلعب ويبقى كويس، وعلى فكره ممكن يبقى منتخب مصر انه لعيب كويس، لكن تشيل من عليه الضغوط وما تطالبوش بحاجه. ممكن ما ينجحش، لكن هو ممكن مع الفرقه دي يبقى كويس وياخد مرتب كويس ويكمل السنتين ثلاثه اللي هيلعبهم. لكن بالمنظر ده ناس الكوره، ناس الكوره. النهارده في كوره مش هو مش عارف يعمل ايه، رايح داخل كابس في الواد، والكوره معانا مش عارف يعمل، خايف، مش خايف الكوره تجيله، تصرفاته كلها غلط. يعني بعد الجول ما تسبب في الجول الاولاني سنطروا الكوره اداها له، هو عشان عارف حاسس بالمصيبه اللي هو فيها وتدي له الكوره تاني هو مش شايف، راح لعبها لونج باص اوت، لونج باص اوت. ده دي السنطره. بترميها لمين؟ انا كان الزمالك لسه طالعين. ودونجا نفس الكلام. دونجا نفس الكلام. لعيب تشوفه ما بيعملش حاجه، وساعه ما تيجي تتضرب تحتاجه بقى في الدفاع ما بتلاقيهوش. ايه يا فرحتي تديني باص من هنا خدها اديها لك هنا، تديني باص من هنا خدها، فين دورك الدفاعي؟ فالنهارده لا منك كنت سايب دونجا واقف قدام المدافعين قافل المنطقه ونزل ناس بتدافع معاه، وعبد الله السعيد طول ما انت هتلاعب عبد الله السعيد على الدايره انت هتخلي الناس تشمت في عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ما بيلعبش دايره. مين اللي قال لك ان لازم الناس اللي قاعده في الاداره، يا عم عبد الله ده مش مركز الراجل. يعني ايه انا هوظفه هنا؟ يعني انت تجيب لي محمد صبحي تلعبه باك يمين وبعدين انا اقول لك انت يقول لك لا ده لعيب يلعب لا ما يلعبش، مش دوره ده ولا وظيفته دي ولا سنه يديك الكلام ده. بيبذل مجهود وبيتحرك وبيعمل كل حاجه، بس انت 3 مباريات 4 مباريات النهارده اهو مع عبد الله السعيد لعبهم مع الزمالك، الراجل مش عارف يطلع كوره من رجله. ده هو اللي المطلوب يدافع، ده هو المطلوب يضغط على الناس وياخد منهم الكوره، هو طول عمره دوره يستلم الكوره والناس اللي بتضغط عليه ويحرك زمايله. يعني ازاي يعني؟ وانا النهارده ناصر منسي بلاش عبد الله السعيد اما تلعبه هاف مش بتاعته لانه مش سريع. الطرف ده لازم يبقى سريع، واحد دريبلينج ياخد واحده والتانيه ويروح زي زيزو كده. مصطفى شلبي ده انا مش مقتنع بيه تماما. النهارده اتلعبت له لونج باص وهي الكوره جايه يحطها بدماغه كده، سابها لما نطت قدام ورفع رجله ده هبد صدر الواد خد انذار. ده لعيب دورات رمضانيه. سامسونج يكون اللي جاب جون النهارده ما لا يصلح للزمالك، ده ما بيعرفش يقف في ال 18، ده النهارده يجيب هاتريك لوحده. ده جات له جوه ال 18 يجي يحطها برجليه اليمين تفوت تيجي في الشمال وترجع الناحيه الثانيه. شيكابالا عمل كوره النهارده يمكن لقطه الماتش، فوت الكوره خلى الواد راح على الارض وراحت بدايه سامسونج كوليولا عملها عايز يعملها التوب اليمين جت في الشمال راحت جت هجمه علينا. الجون الثاني لما جه فين؟ جون مسخره. عمر جابر بيشوط الكوره بتقلش مش عارف مين ناصر منسي ولا مين مش عايزها تطلع اوت، هو مش عايزها يطلع اوت عشان نهجم واحنا راح عاملها بهده راحت انفراد. الانفراد ده جاي من الكوره دي. يبقى هنا في ايه؟ عيب في التمركز. اللعيبه بعد ما تعادلنا ما بقوش شايفين قدامهم، هي دي مشكله لعيبه الزمالك. طول العمر نبقى بنلعب ونتفرج على يجي يخش فينا جون بعدها بربع ساعه يقعد اللعيبه مش شايفه قدامها، فممكن بقى تاخد الثاني والثالث. طيب كسبان وتعادلت خلاص هجيب بقى واكسب، لا الربع ساعه بقى، الربع ساعه دي اللي اللعيبه بتبقى شايفه الدنيا كلها قدامها سودا. عارف لما حد يخبطك على دماغك وتشوف دوائر سودا كده ولا بيضه، تبقى شايف حاجه دي بتحصل لعيبه الزمالك. طب ما تسيبها تطلع اوت،
هي حركه لا اراديه، حركه لا هو ما كانش طبعا هو فاكر ان لما تيجي فيها ترجع لعمر جابر تاني وكان الزمالك ضغط. لكن معنى ان الكره ترتد والكره التانيه تروح للمنافس يبقى دي عيب مدرب وعيب فريق، ان الفريق ده مش متمركز صح. تعرف منين ان الفريق بتاعك متمركز صح ومنتشر صح في الملعب؟ ان دايما تحتك. يعني لما تلاقي فرقتك كده تلاقي الكره راحت في اتجاه ومش عارف هي رايحه لمين، تلاقي لعيب رايحه للعيب بتاعك. كره اتقطعت من هنا تلاقي اللعيب بتاعك، كره اتقطعت من هنا تروح للعيب بتاعك. ده اسمه الزمالك او الفريق ده منتشر في الملعب. النهارده يشيل الهزيمه كامله جوميز. ماتش الكاس انا بقى هشيله لك النهارده. ليه؟ انا بقول لا لعبنا والحظ والراجل الكره بقصبه رجله. الجونه جاب جون النهارده اوفسايد مليون في المية. الكره دي لو فيها تركي آل الشيخ، لو تركي آل الشيخ وقف والحكم شافه والفار عمل له شاف اللي هيدفع له فلوس وقف ومتضايق كان حسبها. انا ما عنديش شك في الحكام خالص في الماتش السوبر ده، بس بعد اللي شفته من مدحت شلبي، حسن المستكاوي في الاستوديو، والمنظم البطوله ده اللي منظم البطوله. انت ده منظم البطوله ينفع يعمل كده ويقف ويبين انتمائه ويكلم بالمنظر ده وينزل او يبوس اسمه ايه ده امام عاشور وهو اللي بيسحبه من ويصور معاه؟ ليه يا ابني في ايه؟ فين ما الناس واقفه كلها وقار، كلها وقار اهلاويه. لكن هو بقى عايز يبين الموضوع. فراجل متعود على ده، راجل متعود على ان يدي رشوه، ما من الاخر كده اهو. فالجون ده بتاع انا اقسم بالله اول ما شفت الكره بتاعت اوف سايد وقاعد مطمن ان الكره اوف سايد والكره هتتعمل اوف سايد، لقيت لك الكره بتقول لك ايه ده رجل امام. ده كانت ايوه الصوره اللي انت شفتها في الفار دي سليمه 100%. الكره دي مش اوف سايد، بس كانت الكره لسه ما طلعتش من رجل قفشه. الاوف سايد تتحسب امتى؟ لما قفشه يلمس الكره والكره تبقى انت شايف لمسه مسافه ما بين قدم قفشه والكره، كده الكره طلعت كده تبقى كده. انما الكره لسه على قفشه ما لعبهاش وراح واخد لي الخط. طب ما كانش اوف سايد. هو الاوف سايد ده يحصل في ايه؟ في جزء من الثانيه، لحظه خروج الكره اللاعب كان فين؟ كان متقدم بكتفه. طبعا رضا عبد العال قاعد يهبل يقول لك ايده متسابقه. الايد ما بتتحسبش في الفار عشان تعرفوا ان ده بيتكلم على اي كلام. هو بيتكلم في حق الزمالك لكن بيتكلم كلام غلط، مش فاهم حاجه. هو تعليمه كده مش فاهم حاجه، هو جاي يجعجع وخلاص. الكره فيها اوفسايد، ولولا وقوف تركي آل الشيخ الكره دي ما كانتش هتتحسب. الكره بقى بتاعت زيزو، الكلام ده ما شفتوش الا بعد لا في الماتش الا بعد الماتش بقى. الكره بتاعت زيزو جاله تمزق في الاربطه. اللي اسمه وليد ده كريم وليد ده ولا اللي بيسمينه مش عارف ده نصب واحتيال. داس باستضزات الجزمه على كعب زيزو بالاستضزات من ورا. فين الفار؟ يبقى لما تيجي تشوف كرة زي دي اللاعب ما خدش حتى فيها انذار، ده الحكم حسبها فاول، ما حسبش فيها انذار، يبقى الفار ما شافهاش. يبقى الفار ده شغال في اتجاه واحد بالظبط زي الراجل لما اتضرب بالشلوط وبالقلم على من الشناوي ومن علي معلول. حتى علي معلول التونسي بيضرب لعيب مغربي والحكم شايفه والفار شايفه ولا في انذار اترفع هنا ولا خدوا قرار ولا اي حاجه، والواد اتلطش واتهبد. نفس الكلام اللي اتعمل في الامارات اتعمل في السعوديه. لكن انا ما اقدرش الوم على الامارات لان الحكام كانوا مصريين، ولو كانوا الحكام مصريين في الماتش اللي فات كانت هتحصل المصيبه دي. وكويس ان هم ما كانوش مصريين. فمين اللي جايب الحكام؟ المعلم تركي آل الشيخ، وهو اللي دافع فلوس الحكام، هو اللي شايل كل ده. وكل الناس اللي رايحه بتذاكر وبتاع دعوه من السوق، وده كلام جميل. لكن اللي هو عمله ده لا في شبهه. استعين من كان استبرأوا لدينكم بتجنب الشبهات، ومن أراد أن يستبرأ لدينه فليتجنب الشبهات. لكن كل ده لا عليه شبهة. لكن خسرنا المباراة وخلصنا. بس أنا حبيت أتكلم في الكلمتين دول لأن أنا شفت النهاردة إن أنت بيدخل فيك أربعة. إحنا طين أنت عامل باطل. لا اتفضل. الراجل بقى جوميز أنا بقول لكم النهاردة مجلس الإدارة هيبتدي يفكر فيه. لأن أنت النهاردة لو كنت كسبت ماتش النهاردة والأهلي خسر ماتش النهاردة خلاص احنا هنقفل بقى صفحة الكاس لأن البطولة وانتهت. انت لسه عندك الدوري، انت كده مش هتطلع تاني الدوري. ده انا قاعد دلوقتي اشوف ايه بيراميدز، فرق بينه وبين بيراميدز 4 نقط، دلوقتي بقى 7 نقط.
ما انت خسرت النهارده 3 بقوا 7 نقط، وبيراميدز فاضل له في الدور الاول 5 مباريات. لو كسب، لو ما خسرتش في ال5 مباريات 7 نقط، انت كده مش هتطلع الدور الثاني، مش هتطلع تاني الدوري. يعني انت مش بتلعب على البطوله. يعني النهارده كان الاهلي يخسر بالماتش وانت تكسب الماتش، بينك وبين الاهلي 8 نقط، والاهلي لسه ما لعبش غير 7 8 مباريات، يا ده انت تكسب وتعدي. اما فريرة جه كان الاهلي فارق ب8 نقط، وكان جاي متاخر عن كده، ده كان جاي في بدايه الدور الثاني، ده انت الاهلي لسه ما لعبش غير 7 مباريات ولا 8 مباريات. انما المنظر ده واللعب في التشكيل ده كل مباراه انت مالكش عذر فيه. انت مدرب متخلف. انا العب النهارده اكسب، وعندي 3 اسابيع هشوف كل الناس، اعمل كل اسبوع ماتشين وديين، والحمد لله القرعه خدمتك وجابت لك فيوتشر مصر. يعني فيوتشر مش عشان فيوتشر سهل، لا، الفرقتين التانيين اسهل، لكن فيوتشر افضل ليه؟ لانها تلعب ماتش في مصر، لا اللعيبه هتسافر افريقيا وهي صايمه وتبات يوم بره مش عارف هياكلوا ازاي، ممكن يلعبوكوا الماتش الساعه 3 العصر في الماتش الاولاني، والماتش الثاني هيبقى في مصر برضه هنا. لكن انت الماتشين في مصر اللعيبه بتاعتك هتلعب اخر النهار، وتلعب على ملعب استاد القاهره، وتلعب في وجماهيرك حاضره. يعني الماتشين الجماهير بتاعتك حاضره ماليه الملعب. فاكسب ماتش النهارده، وبعد كده في فتره التوقف تعالى يا ابني، انت تبع مين؟ انا محمود علاء، ايه لاعبه محمود علاء ماتشين وديين. تعالى يا ابني، انت مين؟ انا روق الله يهدي الله مش عايز، احنا في ايام مفترجه مش عايز اعدى على حد. ارمي روقه في ماتشين خلاص. واللعيبه دي مجلس الاداره نفسه كان عايز يمشيها وما عرفش يمشيها، لان ما كانش معانا امكانيات نجيب مساكين. فيقعد مجلس الاداره مع الراجل يقول له الناس دول مش معانا، احنا الناس دول قاعدينهم مجبرين، استخدمهم لما تحتاجهم، ركز مع اللي احنا. لازم الاداره تتكلم معاه في كده. كولر ما كانش واخد كهرباء، وخلى مجلس الاداره خلاه ياخد كهرباء. وانا ما صدقتش الكلام اللي قاله كولر ده كهرباء نمره 3. هو انت عندك مهاجمين اصلا؟ واصلا بيقول لك مهاجم نمره 3، اصلا كهرباء مش مهاجم، مش مهاجم، ده هاف، وهاف على الله حكايته. فالنهارده يشيل الماتش كله جوميز، خلاص نكد علينا في الكاس. وعايز اقول بس حاجه، انا ما عنديش راس حربه يجيب اجوان. الزمالك بقى له 4 سنين ما عندوش راس حربه بيجيب اجوان. هداف الزمالك في ال4 سنين اللي فاتوا احمد السيد زيزو. اللي بينافس على هداف الدوري احمد السيد زيزو، خدها مرتين مثلا، والسنه اللي فاتت كان فرق جون بينه تقريبا وبين مش عارف مابولولو ولا ايه، مابولولو تقريبا. فانت بقالك 4 سنين انت ما عندكش راس حربه، لكن كسبت الاهلي 2-0 2-1 في الكاس، ومتعادل معاه 2-2. ما جابش راس حربه. راس الحربه بتاعك سيف الدين الجزيري كان مضيع فوز تاريخ على الاهلي في الكاس، مضيع انفرادين بمحمد الشناوي. لكن انا لازم ادرب اعمل فرق. النهارده اجوان الزمالك جابها منين؟ من العمق. برضه نفس المشكله، احنا كل مدرب عنده حته تشيلك، لازم العب على الجنبين، ولازم اخترق من العمق، ولازم اسدد من بره. انما انا يبقى كل دماغي ان انا اخترق من العمق اخترق من العمق طب وبعدين التكتلات دي كلها بعد ما الزمالك جاب الجون الثاني، واضح ان حصل هبوط في حاله اللعيبه. طب نشط بقى، انشط ازاي؟ اول حاجه انا كسبان، يبقى انا اقفل وسط الملعب. اقفل، اهم حاجه اقفل وسط الملعب، اقفل وسط الملعب، مش ادافع. الناس فاهم ان انا مقفل نص الملعب وانا خايف من الجونه، لا، انا اقفل وسط الملعب عشان استحواذي يفضل زي ما هو على الكوره، وامنع اي خطوره. الجونه بيعمل ايه؟ اي كوره بص للهداف الافريقي ده، عملوا زي والتر بواليا قبل كده وصيطوه علينا، وادي الواد ده صيطوه علينا. فيشيلها لوحده كده حاجه تقف. انا طبعا ما شفتش، مش هقدر اتكلم على حاجه، لكن اللي شفت الاجوان واخطاء الاجوان واخطاء التمركزات، والجون اللي حطه الواد اللي كان عايز يجي، غلطه مصطفى اللي هي اتشاطت في الزاويه الضيقه دي. اي كره تخش في حارس المرمى في الزاويه الضيقه بتاعته من غير ما تسال اي حد مهما كانت اخطاء مين اللي قدامه بتاعته. الكره اللي عملها هو عمر كمال، انا مبسوط قوي ان عمر كمال عبد الواحد ده ما جاش الزمالك، لان انا مش مقتنع بيه اصلا خالص. يعني ما اعرفش بيروح المنتخب ازاي اصلا. وبرده دي غلطه شوبير. الجونين التانيين مش فاكرهم، لكن انت بتاخد مصطفى شوبير على 3 مباريات. طيب تعالوا بقى نروح للكابتن حسام حسن واختياراته. بسأل سؤال للكابتن او احد اعلامي من الاعلاميين اللي ما بيتقوش ربنا دول، يقدر حسام حسن كان خد 9 لعيبه او 8 لعيبه او 10 لعيبه من الزمالك، وخد لعيب واحد من الاهلي؟ اقسم بالله ما كان قعد.
اقسم بالله كانت تشال بكره. تاخد لعيب من الزمالك؟ انت هبل. هو انتوا هتفضلوا في الضلال ده لحد امتى؟ انت جاي تصالح الاهلي وتبوس رجلين الاهلي. طب عبد الله ابراهيم سعيد وشتم مرتضى منصور وقال له امك وابوك بالفاظ قذره، فالخطيب اتوسط له عند الناس وجاب له برنامج، ابراهيم سعيد يعمل برنامج بس الايادي خلاص يرجع تاني. انت جاي تاخد لعيب واحد من الزمالك وحارس مرمى مش عايزينه اساسا. يقول لك اصل اهم حاجه عندي المشاركه. نصلي على النبي ونقول عليه الصلاه والسلام. مصطفى شوبير لعب 3 مباريات، هل دول كانوا كافيين ان انت تحكم انه يلعب في منتخب مصر؟ اول واحد انا بقول لك اهو، اول واحد لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر محمد عواد حارس مرمى الزمالك اللي انت خدته. لا يليق اصلا انه يلعب في منتخب مصر، عشان الناس تعرف ان احنا بنتكلم لوجه الله. محمد عواد لا يليق اصلا يلعب في الزمالك تماما. تاخده من منتخب مصر انت افاق، انت مش لاقي حاجه تعملها. طيب مصطفى شوبير ممكن يكون حارس كويس، ممكن يكون حارس مرمى مصر في الفترات اللي جايه، لكن انت ما خدتوش عشان كده. انت خدته عشان تمسح جوخ للاهلي وعشان تكسب شوبير. شغل النفاق ده احنا شاربينه يابا، شاربينه. واسالونا احنا بقى كزملكاويه عن اختيارات حسام حسن. يعني انت لما تيجي تقيم له حسام البدري، انت اكتر واحد هو واضح للكل، لكن لما تيجي نقيمه لا، الاهلاويه شاربين منه وشارين من الشرب. لكن لما تيجي تكلمنا بقى، نكلمنا احنا كزملكاويه، مش هو كان بيدربنا احنا؟ هو اللي جاب لنا بوكونيه، لعيب ما عندوش فكره عن الكوره. هو اللي جاب لنا وجيه عبد العظيم، لعيب اسمه وجيه عبد العظيم، لو حد فاكره كان بيلعب في المصري، كان قصير ومدملك كده، والواد كان يعني لعيب على قده كده، والله اكبر كان عنده رباط صليبي، ولسه راجع من رباط صليبي بيتاهل، وراح اشتراه وخده في الزمالك. لا لعب 3 دقايق ومشاه، ما لعبش تاني. وابو كونيه لعب مع الزمالك هي موسم ومشوه. طارق يحيى قال له يا كابتن يا حسام ده ما بيعرفش يوقف الكوره، خده وجابه الزمالك. جاب لنا نجم الدنيا والاخره عاشور الادهم، لعيب كده تحس ان يعني سواق توك توك في ميدان منهاتن، داخل هوك 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 في وسط العربيات كده، يضربوه بصاروخ من امام اسمه ايه ده، عاشور الادهم. جاب لعيب افريقي قبل ماتش الاهلي باربع ايام، 4 ايام بالظبط، 4 ايام بالظبط. الراجل وقع النهارده واتمرن مع الزمالك بكره، وبعده لعبوا ماتش الزمالك، لعب تلت ساعه، لعب كره ببطن رجله، وبعد تلت ساعه خرجه من الملعب، ما شفناهوش تاني. مش عارف كان اسمه اكي ولا ايه. ده حسام حسن، ودي اختيارات حسام حسن. طيب قال لك انا بختار على اساس المشاركه، وما خدتش النني عشان ما بيشاركش. نصلي على النبي ونقول عليه الصلاه والسلام. هو صلاح بقاله شهرين بيلعب؟ لا انا عايز صلاح. ليه؟ عشان اطلع غلي فيه واطلع مرض النفس عليه، وانزل بقى صلاح في اي ماتش، واروح مطلع صلاح في اول الشوط، في نص الشوط، في اول الشوط الثاني، واوري للناس اهو انا بطلع صلاح. هي دي، هو ده امنيه حياه مصطفى حسام حسن وابراهيم حسن. وهو فاكر ان هو لما يطلع صلاح في وسط الملعب في وسط المباراه صلاح هيسمع عليه. الناس اللي فاكره ان المشكله من صلاح من ساعه ما لعب كوره وهو عمره ما اتاخر على منتخب مصر. واتفرج، وانت لو بتفهم كوره اتفرجت على صلاح في ليفربول، هو نفس لعب صلاح. صلاح عمره ما بيشترك، صلاح ما بيلتحمش مع حد. امال هو صلاح بيعمل ليه كده؟ ليفربول بيعمل ضغط عالي، وكل ما يقطع الكوره صلاح بيلمس الكوره مع ليفربول مثلا مثال 100 مره، بيلمسها مع منتخب مصر 6 7 مرات، وعليه 5 7 داخلين عليه. ما يلبس الكوره مع ليفربول يمكن كل دقيقتين 3 مره، كل دقيقتين 3 مره. ليه؟ بيضغطوا ضغط عالي ويرمي لصلاح ويرمي ده ويسلم، ولما بيستلم الكوره مع 2 3 يبص له، فشايف نجم سوبر ستار. انما اللعيب بيلمس الكوره 3 4 مرات في المباراه، وكل ما واحد يشوف الكوره يديها له في وسط 5، ولا حد راح له اتحرك له، ولا في جمل بتتعمل، ولا في حد بيروح، ولا في مهاجم، ولا في هتشوفوا ازاي؟ لكن انتوا عايزين، الاخوان ما عرفوش ياخونوا صلاح فخونوه، ما عرفوش ياخونوه فخونوه. جم بقى حسام حسن يطلع غله عليه. افكركم بحاجه، كان ماتش منتخب مصر واحمد حسن لعب المباراه ال 171 وخد عميد لعيب العالم في المباراه دي، وكان حسام قاعد، وكان عبد الواحد السيد احتياطي. فكان في اتفاق ما بين عبد الواحد السيد وعبد الظاهر السقا ان لما احمد حسن يجيب جون في الماتش ده هنقوم نرفع التيشيرت بتاع 171 مباراه ان احمد حسن بقى العميد. شالوها لعبد الواحد السيد،
لحد ما لفت الايام ودارت الايام وجم يدربوا الزمالك وراحوا جابوا عصام الحضري لعبد الواحد السيد عشان ينتقموا منه ان هو رفع تيشيرت احمد حسن العميد. طب وايه العبيد دي؟ هي ايه العماده دي؟ هي ايه العماده دي؟ يعني ايه العميد؟ لعيب لعب مباريات كتير، وبعد كده بعد احمد حسن جه لعيب تاني مش عارف مكسيكي لعب مباريات كتير، وكان علي دائي لعب مباريات كتير. لا، ما هيش حاجه انت بتحققها. اللعيب لعب مباريات كتير، وممكن لعيب يكون مغمور جدا جدا ما تعرفش اسمه. دلوقتي في لعيب كويتي هو اللعيب ما نعرفش اسمه، ايه الميزه؟ لكن هو كده، هو عايز يبقى هو اكتر من الخطيب. هو قال لك انا والخطيب عمل ايه؟ انا عملت اكتر من الخطيب، انا عملت اكتر من صالح سليم. هو صالح سليم ده عمل ايه للاهلي؟ ما كان بيلعب في الزمالك وجماهير الاهلي شتمته، راح رفع الجزمه لجماهير الاهلي. كان بيدرب المصري، جماهير الزمالك زيطت عليه، راح رفع تيشيرت هو ده حسام حسن. وقول اللي عايز يشتم يخش يشتم. ده الراجل بيمثل منتخب مصر. دي اختيارات اللي مختارها. يقول لك اصل انا ما اخترتش النني عشان ما بيلعبش. طب ما صلاح بقاله شهرين ما بيلعبش، مصمم تجيبه ليه؟ عشان يحرجه قدام الراي العام. يعني انا صلاح يلعب مع قدام مانشستر سيتي ولا يجي يلعب مع نيوزيلندا؟ يلعب مع نيوزيلندا مع ابراهيم حسن وحسام حسن وطارق سليمان والكابتن سعفان الصغير. بقى راجل كان بيلعب مع يورجن كلوب وبينافس ارتيتا، بينافس فرقه بيدربها ارتيتا، وينافس فرقه بيدربها جوارديولا، وبيلعب مع هالاند ودي بروين دول الفرق يعني، دول اللي بيلعب قدامه. عايزه يجي يلعب مع حسام حسن بافكار حسام حسن وابراهيم حسن؟ ولا حاجه، ما عندهمش افكار ولا لهم في الكوره اصلا، بل لهم في التدريب. اما تيجي تكلمني عنهم كلاعيبه كوره، عارف لو تقول لي حسام حسن ده كان اعظم من بيكن باور، كان اعظم من كيفن كيجن، كان اعظم من من كريستيانو رونالدو، دلوقتي افضل من ميسي، ناخد وندي مع بعض في الكلام في الكوره. دي وجهه نظري. انما في التدريب بلاطه بلاطه. الصحفي بيقول له انت يا كابتن خرجت اللعيب ده ليه ونزلت اللعيب ده؟ مالكش دعوه، انا حر. مش هدي للفتاين. وبعدين جاي في المؤتمر الصحفي يقول لك لا انتقدوني. والله العظيم اول ما ينتقدوه، بس لما النتائج تسوق شويه، اول ما ينتقدوه تلاقي هو ما بيردش، حسام ما بيردش، ابراهيم اللي هيخش هو البودي جارد بتاعه، هيشتم في الصحفي ده ويشتم في الاعلامي ده ويعمل في البتاع. تعالوا بقى للاختيارات اللي هو مختارها. كل الناس اللي اختارها جزامها على دماغي. مين كابتن محمد الشامي عشان يلعب منتخب مصر؟ مين احمد عاطف عشان يلعب منتخب؟ مين دول؟ محمد بسام داخل فيه جونين امبارح في الماتش الاخير ده، ماتش سموحه ده الاخير اللي دخل فيه جون. واقسم بالله انا لو واقف واقصر، شوف محمد بسام اطول حارس مرمى في مصر 196 سم، زي الشناوي زي واقف الكره بتلعب بالعرض، ما خدش خطوه ياخدها. وعمره ما كان حارس انا كان نفسي الاهلي ياخده، انا كان نفسي الاهلي ياخده في الفتره لكن هو كده كده ما كانش هيلعب يعني. واخد محمد بسام وبيقول لك كنت هاخد جنش ايه اللي هتاخده؟ انت جاي تهرج. طيب تعالوا بقى في المساكي في الباكات. واخد الكابتن اشهر لاعب في مصر بترقص، نجم العالم في الترقيص، محمد هاني، واخد الاحتياطي بتاعه اللي ما بيلعبش، اللي راجع من عمليات رباط صليب وربنا يشفي الناس كلها، اكرم توفيق. الاحتياطي بتاع مين؟ بتاع محمد هاني. طب ما انت قلت شرط المشاركه. طيب وايه نوعيه المشاركه؟ هل مشاركه محمد هاني دي تنفع؟ ده مصطفى شلبي اللي بيلعب كرة برجل واحده، واخد محمد هاني 6 7 مرات الماتش اللي فات ومدهوله، وخد انذار بسبب الموضوع ده. واتفرج على ماتش شبيبه القبائل او اتحاد كانوا بيلعبوا مين؟ شبيبه اللي هم تعادلوا معاه رايح جاي ده بتاع الجزائر. الواد رقصوا يجي 12 مره في الشوط. واخد محمد هاني، واخد احمد توفيق الاحتياطي بتاعه. ده كان في القائمه الكبيره واخد اسمه ايه؟ كريم فؤاد الثالث اللي هو بيلعبش. وتعالى بقى على محمد الشامي، على احمد عاطف، على محمد شريف. يا راجل اتق الله في نفسك. هات كده واحد اهلاوي وقول له اختار الناس. والله العظيم ثلاثه، والله العظيم لو واحد اهلاوي وعنده ذمه وضمير هيقول لك اللي يتاخد من الاهلي الشناوي، محمد عبد المنعم، وياسر ابراهيم وامام عاشور بس. والله العظيم ثلاثه بس. قال واخد قفشه، واخد مصطفى اسمه ايه ده، وكأن اشتراك محمد هاني وحمدي فتحي مع الاتفاق. حمدي فتحي من اللعبه اللي انا بحبها تيجي يعني، لكن هو اشتراكه
مش اقل من محمد النني اللي بيلعب في الارسنال. يعني لعيب بيتدرب بس مع الارسنال بافضل لعيب بيشارك 900 دقيقه في التدريبات الارسنال، التدريبات بس افضل من الدوري المصري كله لو لعب عدد الدقائق في الدوري المصري كله. تعالوا بقى اللي هيبتدي يعمله بلاطه، بلاطه في التدريب، بلاطه. لا بيعرف يحط تشكيل، وهتبقى تشكيلاته كلها فتي ومجاملات والتغيير. تعالوا بقى لما نتلاعب فرقه بس، هل نتمنى ان احنا نخسر؟ لا طبعا. تبقى قاعد مصيبتك سودة. انت بتبقى قاعد في المباريات اللي زي ده، اقسم بالله بتبقى بكره الماتش بتاع اللي هيجي فيه منتخب مصر عشان اشوف حسام حسن. ما انا ما بين ان انا شايف ان الراجل ده يليق، وبين ان انا عايز بلدي تكسب وتكسب وتلعب كوره. مش هكسب مثلا كينيا لا، انا عايز نتفرج على كوره. ده منتخب كبير، منتخب بيلعب كوره بنجوم ومحترفين، ونتفرج ونلعب ونتفرج على الكوره. نقول لكم احنا بقى في الزمالك كان بيعمل ايه وكانت تغييراته بتبقى عامله ازاي، ونقول لكم وخسرنا دوري وكان ولا اسهل. فاختياراته كلها عك. تعالوا اتفرجوا على الاسامي اللي واخدها، حد راضي عن اللي هو واخدهم دول؟ طب حتى الاهلاويه اللي شايفين مستبشرين بشوبير، طبعا شوبير مصطفى شوبير لحد دلوقتي لا لا، ما تقدرش تحكم على مستواه. ماتش الزمالك بخساره النهارده بنفس المبدأ بتاع خساره النهارده، اقول لك ان المدرب مش صايع، والراجل اللي شغال معاه في الجهاز مش صايع. مصطفى شوبير اول مره يلعب ماتش اهلي وزمالك، اي لعيب يمسك الكوره من اي حته شوط على الجول، في وسط يعني في المساحه اللي تخليك شوط على الجول. يعني بلاش نمرر، لا، اول 5 6 دقايق عايزين نشوط كورتين 3 على مصطفى شوبير. ليه؟ بوصل له اشاره ان انا بلعب عليك. هتهزه، ما تشطش عليه، ما تشطش عليه خالص. الكره بتاعت زيزو اللي جات له وما لبستش في رجل زيزو، الكره دي اسوأ كره عملها زيزو في الماتش. زيزو خد الناس كلها، كان قاطع الكره دي عبد الله السعيد ولعبها لزيزو وراح لزيزو لوحده. عبد الله السعيد لوحده والزاويه مفتوحه، لو زيزو حطها بوش رجله او ببطن رجله الشمال، عبد الله السعيد جوه ال 18 ومش متطرفه، ده في قلب الجون بس هي مايله كده، يحطها مش اكنها ضربه جزاء، ضربه جزاء اروح حاططها ببطن رجله في اي حته في الجون. زيزو طبعا هي لو لبست في رجل زيزو وراحت في نفس الزاويه دي عمر مصطفى ما كان هيطلعها. لكن انا بقول لكم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. فالنهارده جوميز خسرنا مباراه ممكن تكون سبب مشيانه. الحظ كان خدمه، وانا رايح الصبح عرفت ان انا هلاعب فيوتشر والاهلي النهارده بيخسر، وهو يروح يخسر ال3 نقط. يا ريته تعادل، يا ريته تعادل. كان قلنا الماتشين اللي فاتوا اتعادلنا وما عرفناش نجيب اجوان او جبنا جون واحد وبتاع، بس كانت منظمين دفاعيا جدا، منظمين دفاعيا جدا. رحت شايل، انت استخسرت في نفسك انك تنجح. يعني انا لعبت المباريات دي كلها كنت منظم في الدوري، في مباريات الدوري يعني، وكنت منظم دفاعيا وقافل بشكل كويس. حتى الجون اللي جابه الاهلي اللي بقصرت رجله، اللي هو الكره فيها شك كبير انها اوفسايد، سيبك من كده، دخلت جون كوره خلاص. وبعد الجون وتوقيت الجون خلاص، الجون الثاني بقول لك اللعيبه مش شايفه، زي ما قالها فيريرا قبل كده، الجون الثاني انت خلاص، انت مسيطر ومستحوذ ومستني ان انت اللي تجيب الجون، وحاجه معتاده بتقتل اللعيبه. فانت استخسرت في نفسك ان انت كنت منظم دفاعيا، رحت شايل الاثنين الناس، رحت شايل حسام عبد المجيد وحاطط محمود علاء. ما الراجل ماشي معاك كويس وعيل صغير وماشي مع والماتش ده زق نفسك. عارف انت لو جيت بعد التوقف غيرت الفرقه كلها ولا هنفتح بقنا؟ ليه؟ دلوقتي الفرقه عملت فتره اعداد كويسه، لعب ماتشين وديين او 3 وديين، جهز الناس دي شافها بشكل كويس. مستعجل على ايه؟ انت مستعجل تشوف الناس على ايه؟ ما تلعب وتكسب الاول وعندك فتره التوقف دي، وابقى شوف براحتك. النهارده كنت لازم تكسب. المكسب ده قضى يعني. بص، ده غير بقى المشاكل والاحباط اللي هتبقى جوه الفريق، ان انا بخسر من الاهلي وقلنا ولعبنا وكنا افضل وتيتيت ماشي. النهارده بقى ايه حجتك؟ هنتكلم نقول ايه النهارده؟ كنتوا كويسين جدا في الشوط الاول، كان لا تخلص الشوط الاول 2-3،
لكن الاختراق من العمق، الاختراق من العمق وفرقه متكتله، عمرك ما هتجيب جوه. وما فيش حاجه، انا ما عنديش حاجه في الناس اللي بتقعد تتكلم في الاستوديوهات دي ناس حافظه ورق، ما لعبوش كوره. مش احمد عبد الحليم وحماد عبد اللطيف، لا، اللي هم المحللين دول. يقول لك اصل هو لو عايز يلعب كور عرضيه فيلعب ناصر منسي عشان مش عارف ايه. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ده راس حربه ما كانش يعرف يعمل الحاجات دي. وبيقول بعدين واحد تاني يقول لك ايه، اصل لازم يعمل هشام يكن، لازم يعمل تدريبات تخصصيه. الكلام ده كان في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات نسمع عنه. انما النهارده لما اجيب لعيب محترف زي سيف الدين الجزيري وكسبه كبيره انه بيلعب منتخب تونس، وادربه تدريبات تخصصيه ازاي يجيب جون في ال 18 وازاي يقف جوه ال 18 وازاي يتحرك جوه ال 18، طب اجيبه ليه؟ وانا اجيبه ليه؟ انا طالب وظيفه، وظيفه. الراجل ده كهربائي، اروح اجيب نجار وادربه؟ ولا بجيب كهربائي ومعاه شهاده يجي اول ما كهرباء اهو الراجل بيدوس على الكوبس ينور. انما انا اجيب واحد ادربه؟ طب وانا اجيبه ليه؟ ما انا اجيب واحد جاهز قال اتدربوا تدريبات تخصصيه. لا، انا المدرب بيدرب اللاعب على طريقه اللعب بتاعته. انما انت حارس مرمى بتعرف تمسك الكره وتصد، ده مساك عارف واجبات مركزه، لكن انا ممكن اعلمه شويه حاجات في التوظيف في الحركه في طريقه اللعب بتاعتي. لكن اللي انتوا بتقولوه ده كلام فارغ. فانا هلاعب اي راس حربه لازم اوصله. انا الراجل ده اوصله بكور عرضيه على الارض، الراجل ده بوصله باختراقات، الراجل ده بوصله بوانتوهات. يبقى في تنوع في الهجوم عشان اقدر اوصل للمرمى. ولازم يبقى عندي اكتر من 3 4 لعيبه يقدروا يعملوا لي محاولات على المرمى. الاهلي كان بقاله 18 ماتش بيكسب الزمالك في الباسكت، جبنا لعيب واحد اللي اسمه ديدا، الزمالك كسب الاهلي 110 99، وكان الفرق يطلع اكتر من كده، لكن هم في اخر دقيقتين اعادوا ديدا والاهلي قرب بالنتيجه. كان الفرق 21 بونت بين الاهلي والزمالك في الماتش ده، لان انت جبت لعيب بيجيب ثلاثيات وبيعرف يلاعب الفرق. خسرنا الماتش اللي بعده وخسرنا الماتش اللي بعده، خسرنا من الجزيره وخسرنا من الاتحاد السكندري. يعني انت كسبت الاهلي وخلاص ريحت. لا، الزمالك محتاج شغل كتير، محتاج شغل جوه الفرقه، محتاج شغل صفقات، محتاج كتير ناس تمشي، رؤى ومحمود علاء وسامسون اكنيولا وناصر منسي وسيف الدين الجزيري وابراهيم النضاي ومصطفى شلبي. من دلوقتي انا بقول لك ماشي مصطفى شلبي. كل الكلام اللي بتقولوه ده كلام كذب بتضحكوا بيه على الناس. اصل سامسون النهارده جاب جون وعمل كده وعمل كده، ده مضيع المكسب النهارده. وشيكابالا لازم يبقى ليه وقت، هيبدا يبقى اخره للدقيقه 60، هيبدا يبقى اخره للدقيقه 60، هينزل الشوط الثاني يبقى اخر ثلث ساعه على حسب ظروف المباراه. مش لازم يلعب كل مباراه على فكره، شيكابالا مش لازم يلعب كل مباراه. شيكابالا جدد له 10 سنين، احنا مش هنتكلم، ده حبيبنا وكل حاجه، لكن لا، لازم يكون وجوده مفيد. ممكن وجوده المفيد ده ان انا مش هلعبه المباراه دي خالص، اقعده على الدكه، ممكن ابقى اطلعه بره السكور خالص. هو وجوده مهم بالنسبه للعيبه وده، لكن انا النهارده عايز اكسب، انا عايز اكسب، انا عايز لعيب يديني 120 دقيقه 100 دقيقه. فبعد التوقف نشوف الدنيا هتروح فين. لكن الزمالك في السنه الاولى استقرار، مش في السنه الاولى استقرار، في استقرار، ده في الحضانه لسه. الناس دي جابت الناس دي بشكل زي ما جابته. انا كان عندي راي، بدل ما جبت ماتيابا ده ب 200,000، ال 200,000 دول كنت رحت جبت راس حربه اي حته، اي واحد يلعب راس حربه يمكن لعل وعسى. انما انت رحت جبت لنا واحد هاف واحنا عندنا تخمه في الهافات. فال 200,000 دول كنت وفرت ما كانت المشكله في العمله الصعبه، كنت جبت بقى ال 200. محمود الاسود ده انا مش مقتنع بيه خالص، السي دي اللي انا شفته له، اللي انا شفته ده مش لاعب مقنع تجيبه. اولا هو مش راس حربه، احنا عايزين راس حربه. انت عارف يعني ايه راس حربه؟ انت عارف يعني ايه راس حربه؟ يعني راجل بيلعب جوه الصندوق، بيعرف يجيب جوان، بيعرف يحرز اهداف. انا مش عايز لعيب يقول لي اصل هو بيلعب ما تقوليش اصل اوباما بيلعب راس حربه، ما بيلعبش. انا عايز راس حربه، راس حربه ما بيعملش حاجه في الملعب غير ان هو راس حربه. يطلع ويسند ويلف ويشوط، ده لكن هو راس حربه. محمود الاسود ده مش راس حربه اللي عايزين يجيبه من سوريا. وانا لا عايزك تجيب لي تونسي ولا سوري ولا لبناني ولا فلسطيني. ما عندهمش الكره، ما عندهمش كوره. انت عشان تجيب واحد تونس، ما فين تونس؟ تونس عندها مهاجمين؟ ما عندهاش مهاجمين. اسمه ايه الخصري وياسين مش عارف ايه الناس الكبار.
وسيف الدين الجزيري اسوأ الموجودين، وبدليل انهم بياخدوا سيف الدين الجزيري عشان ما عندهمش راس حربه. تروح تجيب راس حربه افريقي، افريقي، لان انت اللي هتروح شمال افريقيا لو لقيت واحد مثلا، ما فيش ولا واحد. انا بتفرج على الوداد واتفرج على الرجاء واتفرج على دول، جايبين لعيبه افارقه روس حرب عندهم، واحنا ما عندناش روس حرب. الواد حسام اشرف اللي بيلعب في البلديه ترجعه مع الواد الصغير بتاع فريق 19 عابدين ده، والثلاثه دول يمشوا اللي عندك الروس الحربه، وتجيب بقى معاهم راس حربه تقيل تصرف عليه. بس الزمالك محتاج خمس لعيبه، انت تجيب كواليتي، ما تجيبليش عدد، انا مش عايز 10 لعيبه، هات 5 لعيبه، لا مساك 1-6 راس حربه، هاف يمين وهاف شمال، هافيني واحد مع زيزو وواحد هاف شمال. لكن كده لا، الفرقه محتاجه شغل كتير 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 كتير، والراجل ضيع بصراحه. يعني احنا كنا عمالين ندعم فيه لا، من دلوقتي هنبتدي نتكلم عليه. الفتره اللي فاتت كلها كنا شايفين تحسن، لعيبه بتقف كويس، بتنقل الكوره كويس، في تاكتكس في الملعب بيتنفذ، منظمين دفاعيا ومسيطرين على الكوره بكل حاجه. كان ناقصنا ان احنا نجيب جوان، النهارده نجيب جوان ويخش فينا 3، ومن مين؟ من فرقه زي الجونه. وبعد ما تجيب الجون الثاني مش عارف تقفل الماتش. انا جبت الجون الثاني اقفل الماتش عشان اجيب الثالث، وهتفتكر ان انا بقفل الماتش دافع، لا ده انا هقفل الماتش عليه. انا جبت الجون الثاني مش هخرجك من هنا، انما انت اللعيبه ريحت، والتغييرات كلها، كل التغييرات لاعب بلاعب لاعب بلاعب، ده مش الكوره ما بتقولش كده. لا لا لا، وديتنا في داهيه النهارده، وكنت لازم تستفيد النهارده من خساره الاهلي لو انت كنت عايز تكمل في الدوري. الاهلي دي اول مباراه يخسرها في الدوري السنه اللي فاتت والسنه دي، وانا بقول لكم ان في خسائر كتيره جايه وتعادلات كتيره جايه. اما بقرا السكواد بتاع الاهلي اقسم بالله اللعيبه دي ما تكسب وما تاخدش بطولات يا جماعه. الكره ده اما تقعد تتفرج على انا مش بقارن، انا بديك بس مثال للتوضيح، الامثله دايما للتوضيح مش للمقارنه. لما تتفرج على ليفربول ولا على مانشستر سيتي، الفرقتين دول يعملوا اي حاجه في الدنيا. ريال مدريد، الفرق دي تعمل كل حاجه في الدنيا، يعملوا اي حاجه، انا مقتنع. بتفرج على ماتش مانشستر سيتي وليفربول الماتش اللي فات، ليفربول عامل ماتش عمره، يطلع على الماتش ده كسبان 3-4، لكن مانشستر راح ب3-4 كور كان ممكن يخلص فيهم الماتش. لو مانشستر سيتي كسب يستحق. ليه؟ بيدربوا جوارديولا يا عم، ده عنده لعيبه دي بروين ليله في الدفاع وفي الهجوم وفي كذا. ليفربول كسب بيدربوا يورجن كلوب، وهشوف اللعيبه في كل الخطوط عامله ازاي. انما تقول لي محمد هاني وقفشه وربيع وعلي معلول مش عشان بس ما نقولش ويكسبوا وياخدوا بطولات، لا. ده بيدل على قوه المسابقه اللي هم بيلعبوا فيها. لكن لما الفرقه زي الاهلي بالشكل ده تكسب بطولات دي، لا، ده معنى كده المستويات اللي داخلين فيها او البطولات اللي ما فيش منافسين. ده يوضح لك ضعف المسابقه اللي موجوده فيها. زي بايرن ميونخ في المانيا بيكتسح كل الفرق بال6-7. لما جات له باور ليفركوزن جاب مدرب واحد، تشابي الونسو، اللي هو احتمال يدرب ليفربول السنه الجايه. السنه اللي فاتت كسبوا الدوري بنقطه، وكان الماتش ده لو كان باور ليفركوزن اتعادلوا يكسب، اتغلب فرق واحد، تعادل يخليه ياخد الدوري. والسنه دي متصدرين الدوري وفارقين عن بايرن ميونخ ب10 نقط او ب8 نقط، لان جالهم مدرب. ليه؟ لان مفيش منافسه في المانيا، هو ليفربول بس، بايرن ميونخ بس، مفيش تاني. نفس الموضوع عندنا، فريق مغتصب الرياضه في مصر من سنه 2005، اشتروا له كل اللعيبه نمره 1 ونمره 2 ونمره 3 لحد 2014. لحد 2014 وفلوس الاموال وفلوس الاهرام اللي اتنهبت ومحاكمات وقضايا وسجن وغرامات واتلمت المواضيع كلها. بتيجي دلوقتي مفيش برضه، مفيش. الزمالك دلوقتي في حضانه استقرار. السنه الجايه الزمالك محتاج صفقات محترمه، محتاج يبقى عنده فريق مكتمل في جميع المراكز ولاعيبه بجد.
لا تقول لي مصطفى شلبي، ولا تقول لي دونجا، ولا تقول لي محمود علاء، ولا تقول لي الجزيري، ولا تقول لي كنيولا، ولا تقول لي ناصر منسي. كل الكلام ده توكل على الله. والصفقات اللي انت جبتها السنه دي انت كنت مجبر عليها، انا مش هلومك في حاجه. اللي يصلح يكمل، واللي ما يصلحش يمشي، محدش هيعدك في حاجه، انت عملتوا اللي عليكم وزياده. واحنا الوحيد اللي بنضرب له تعظيم سلام مجلس الاداره، لان جاي شايل مصيبه مرتضى من 2014، مصايب مرتضى من 2014، والمصايب دي موجوده من 2005، من ساعه ما الدوله باعت القضيه للاهلي. خد كل اللعيبه، خد كل الفلوس. الاهلي كان بياخد 200 مليون، وكان الزمالك بياخد 5. الكلام ده اللي بقوله لكم، 200 مليون للاهلي و5 مليون للزمالك. وكاله الاهرام للاعلام، رئيسها حسن حمدي ونائب الرئيس الخطيب. فدي عمرها ما تبقى رياضه، عمرها ما تبقى رياضه. ولما نيجي نعمل بطوله في السعوديه يجيب لك تركي آل الشيخ هو اللي بينظم البطوله، وهو اللي عايز. طب وده ده دين؟ دي نبعد الشبهه ازاي؟ نبعد الشبهه ازاي؟ ده انت لما تبقى قاضي ويبقى ليك صله من درجه ال10 بالمتهم، بتسيب القضيه، بتتنحى. ما علينا من ده كله. احنا المشكله دلوقتي عندنا الراجل المدير الفني ده، كنا بندعمه وبنشجعه، لا النهارده تحط عليه علامه دايره حمراء كبيره. المدرب اللي مش هيبقى براجماتي ويبقى عايز مصلحته ما بينجحش. انا عايز العب محمود علاء وعايز العب رؤى، ده في ماتش هتكسبه لازم تكسبه. انت في ماتش لازم تكسبه، والزمالك ما بيكسبش بالحظ ابدا. لو هتعتمد على الحظ هتخسر كل المباريات. انت عشان الحظ يديك حته قد كده لازم تكون بقك ده النجيله عامله عليه قد كده، ناحيه النجيله، عشان تكسب ماتش. ولازم الناس دي تفهموا التاريخ ده. المباريات دي بالمباريات الرخمه، سهله وفريق ضعيف وبتاع، بس الملعب ده ما بيتلعبش عليه كوره افضل حاجه. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ نلعب بالتاكتكس. اوعى يضحكوا عليك زي الاهلاويه يقول لك ايه، تلعب ولا تكسب، زي يطبخ ولا يؤكل، تتزوج ولا تنكح. مفيش الكلام ده. الكوره متعه. ما كنتش تلعب كوره حلوه وتكسب يبقى الكوره ملهاش لازمه، لكن ما تلعبش كوره حلوه وتخسر تبقى اهبل. فكنت لازم تكسب النهارده، ما عرفتش تكسب، انت كده تحط نفسك في موقف، والجماهير مش هتسامح فيه كتير. الجماهير كانت متفائله بيك، وان الشغل والوقت في مصلحتك، ان انت كل اللي انت محتاجه وقت. انت النهارده مسحت كل الكلام اللي فات. اي خبط قريب تاني هتطيرك. يلا خير ان شاء الله. كان نفسنا النهارده الزمالك يستفيد من خساره الاهلي عشان يبقى في كوره. اصل الاهلي لما يبقى فارق عنك ب 11 نقطه وانت جاي، ما فيش كوره. بص، لو ما كانش الاهلي طرف في النهائي قدام الزمالك في الكاس اللي فات، الماتش ما كانش يبقى ليه لازمه. ولو ما كانش الزمالك طرف في النهائي بتاع الكاس الماتش اللي فات، السعوديه ما كانتش هتنظم البطوله. طبعا احنا شفنا السنه اللي فاتت ماتش الاهلي وبيراميدز في الامارات، كان ماتش ملوش اي لازمه، زي اكله ما فيهاش قرديحه كده، يعني جايب ميه وحاطط فيها خضار نقع وبتاكل، يعني ما فيش اكل. فاللي خلى السعوديه تاخد البطوله دي وتنظم البطوله دي ان الاهلي والزمالك هم الطرفين النهائي. والسوبر برضه هيبقى نفس الحكايه، الاهلي والزمالك هم طرفين النهائي. فانا النهارده كزملكاوي او كاي واحد مشجع للكره، خساره الاهلي النهارده تدخل الزمالك وفوز الزمالك النهارده يدخل الزمالك في المنافسه، ويبقى في كوره، يبقى في منافسه بين الاهلي والزمالك. والاهلاويه مستنيين الماتش ده يكسبوا. لو خسروا الزمالك يطلع الاول، لو يتقدم يعني يبقى الاول، ولو الزمالك اتعادل او خسر الاهلي يطلع. هي دي الكوره، هي دي المباريات اللي احنا كنا هي دي الكوره اللي تعمل منتخب مصر. فما بالك بقى انت ما عندكش ده، وعندك مدير فني اسمه حسام حسن، هنشوف منه ايام سودة. يلا باذن الله خير ان شاء الله، وربنا كريم ان شاء الله. واحنا الموسم ده لو خدنا الكونفدراليه وعرفنا نلعب على ان احنا نطلع تاني الدوري السنه دي، واصلا كده بقت صعبه. لان انا بقول صعبه ليه؟ لو اتحاد او الفشل اللي بيدور الكوره في مصر دول عرفوا ينهوا البطوله قبل شهر 8، الاتحاد الافريقي بيجي في شهر 8 يقول لك فين القائمه الافريقيه. فانت عايز تبعت له القائمه، مين اللي هيلعب يعني، مين اول ومين تاني في الدوري، مين تاني. لو الدوري ما كانش خلص لحد شهر 8 هتديله نتائج الدور الاول، اللي هو بيراميدز دلوقتي فاضل له فيه 5 مباريات عشان يكمل الدور الاول. 5 مباريات، والفرق بينه وبين الزمالك دلوقتي 7 نقط بهزيمه النهارده. هل بيراميدز ممكن يخسر 8 نقط او على الاقل 7 نقط والزمالك يبقى فارق الاهداف في صالحه؟ لا.
لا. فانت كده كمان ما طلعتش تاني السنه دي، فمش داخل البطوله الافريقيه السنه اللي جايه. يبقى المدرب ده بيبوظ شغل الزمالك للموسم الجديد. يعني انا الموسم الجديد احنا عشمانين نطلع تاني عشان نخش بطوله افريقيا، هنعمل فرقه قويه، وانا متاكد مليون في الميه ان الزمالك هيعمل فرقه قويه جدا السنه اللي جايه، ويبقى في تلت الناس اللي موجوده دلوقتي في الزمالك مش موجوده. خلاص، لكن الناس مش هتقدر تعمل ده الا مع بدايه الموسم الجديد. هو ضايع عليك دي كمان. لو الدوري هيخلص عادي ونشوف مين اللي يطلع التاني ومين لا، مش هبقى قلقان. هنطلع التاني في نهايه الموسم، في نهايه الموسم، بس هتكون القائمه اتبعتت للاتحاد الافريقي. من دلوقتي الزمالك اللي لازم يتدخل، لا اللائحه اللي انتوا بتعملوها دي انتوا السبب فيها. الفشل ده بتاع ان الموسم يفضل لاخر السنه ده انتوا الفشل فيه. وطبعا احنا عندنا العميد حسام حسن بكره يقول لك نلغي الدوري. طبعا مش هيحصل الكلام ده، لان عملها مره واحده كانت كارثه في تاريخ الرياضه. لا حد عملها قبله ولا حد هيعملها بعده. كابتن محمود الجوهري لما لغى الدوري لما وصلنا كاس العالم، فهتلاقيه يقول لك عايز اجل الماتش ده، اجل الماتش. تاجل ماتش ليه؟ الاهلي كان عنده ماتش تاني بعد 3 ايام مع انبي، الكابتن حسام حسن اجله ليه؟ ليه؟ ليه تاجله؟ ده انت من مصلحتك ان الدوري ينتظم. انت بتكلم مين؟ انت بتكلم مين؟ واحد مع الورقه بتاع الكابتن اللي كان بيعمل ايه؟ كان بيأجل مباراه. ده لغى الدوري، ده ما خليناش نروح بطوله افريقيا، وهناخد في ده، هناخد من ده كتير. انا مش مستبعد انه يجيب حسام باولو مثلا بتاع الكره الشاطئيه، عنده 41 سنه، ما تستبعدش اي حاجه. ادام الجوهري عملها قبل كده مع حد، حسام حسن هيعملها. واحنا داخلين على ما يعلم بقى لربنا مع منتخب مصر، يلا ربنا يعديها على خير باذن الله. لكن الناس اللي جايه تقول حسام صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح ده تتشرف بيه يا عم، ده ما ودناش تتشرف بيه. هو هالاند حد يسمع عن النرويج؟ في واحد، في حد دلوقتي واخد التورته كلها غير هالاند؟ حبه كريز التورتاي هالاند. حد يسمع عن النرويج في كره القدم؟ حد قال اصل هالاند ما وصلش النرويج تاخد اوروبا؟ حد قال ان اصل هالاند ما خدش كاس العالم، ما وصلش النرويج تروح كاس العالم؟ ابدا. اللعيب لوحده هيعمل ايه في وسط ناس؟ في واحد بيدربه اسمه حسام حسن. قلت لك لما تتكلم على حسام حسن كلاعب خدني معاك في اي حته، انا جاي معاك. انما مدرب ابيض. وتسال الزملكاويه اكتر من اي حد تاني في الموضوع ده، لانه هو اللي درب الزمالك. يلا، ليله مش حلوه. يلا الحمد لله، شويه كده ونسحر وننام وربنا يكرمنا على خير ان شاء الله. يلا اشوفك على خير، والسلام عليكم.